دي حاجة ان شاء الله هتبقى قنبلة الموسم ان شاء الله بإذن الله. وقريب جدا قريب جدا 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 هيتم ان شاء الله الاعلان عنه، وفي شوفي مشاريع شوفي كتيرة شوفي جدا. شوفي انت بتقولي كلام جميل جدا جدا تسلم. بجد. يعني انت، انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بحبك قوي، انا بحبك جدا، لانك وانا كمان. انسانه مخلصه لمصر وبتحبي مصر من قلبك. طبعا انا متابعاكي من زمان، يعني وانت عارفه ان انا متابعاكي من زمان، وانا بحب اي حد مصري شريف شريف شريف، وبيتكلم كلمة حق من ربنا. يعني ليه العداء ده للرئيس السيسي؟ ليه؟ علشان هو، انا هقول لحضرتك ليه هو بيتحارب. علشان هو فتح ملفات كانت محطوطة على مكاتب الرؤساء اللي قبله، وما اه حدش ولا رئيس عرف ينفذ، وهو رئيسنا عبد الفتاح السيسي بينفذ. يعني اقول لحضرتك اللي بيتعمل في البلد النهارده دوت كان محطوط على مكتب جمال عبد الناصر. الرئيس اللي راحل جمال عبد الناصر كان محطوط على مكتب السادات، كان محطوط على مكتب محمد حسني مبارك. محمد حسني مبارك ضيع من عمرنا 30 سنة، وابنه طالع يولول كل شوية الله يرحمك يا ريس، الله يرحمك يا بابا. عمل لنا ايه؟ دمرنا، بوظ لنا كل من حياتنا 30 سنة. فالرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمله دلوقتي ده كان كلهم بيتحاربوا اللي هو ما يتعملش. هو تحداهم، تحدى العالم عشان خاطر مصر، وقال انا عايزة هعمل، وان شاء الله هيكمل. والاحلام كلها اللي هو بيحلمها ان وشافها شاء الله، بقى واحنا معاه بيعملها. واحنا وراه، احنا كلنا وراه، احنا معاه. على فكرة في ناس كتيرة جدا بتحبه، بتحب السيسي قوي 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 طبعا قوي. طبعا لا طبعا. بجد، يعني معترفين بانجازاته. يعني سيبك من اللي بيتقال ده على في التيك توك والكلام العبيط ده، لا لا لا. لا ده كلام عبط، يعني كلام عبط. اما بقى احنا بالنسبه للرئيس حسني مبارك، الله يرحمه ويحسن اليه ربنا، الراجل ده يعني كان كويس لولا موت ابنه. اما الولدين اللي عنده دول مصايب، دول بس انا محشورين اقول لحضرتك دلوقتي. مع الاخوان. لا ده وكمان في اي موضوع راشقين فيه، عايزين يقولوا احنا اهو، يعني احنا موجودين اهو، احنا اهو. مين انتوا ايوه يا حبيبي؟ مين انتوا؟ مش هتيجوا تاني، ايوه. ما انتوا كنتوا سبب خراب البلد انتوا انا الاتنين. عايزه اسال حضرتك سؤال صغير جدا جدا. اتفضلي. جمال وعلاء، الفلوس اللي كانت في سويسرا كانت 8.5 مليار مظبوط دولار. تمام. مظبوط. لحد دلوقتي الفلوس دي بره مصر، وفي حاجات طبعا. تانية كمان الفلوس دي والقصر بصي اللي انا اقول لك على والقصر حاجه. اللي في باريس بتاع اولاد مبارك في باريس، اللي انتوا اه طالعين تقولوا اشمعنى الريس بيعمل قصر هنا ولا بيعمل اقول لك على القصر حاجه. بتاع باريس اللي في انا ولاد مبارك هناك بيعملوه. مم. الفلوس دي مش هي كانت اولى بيها بلدنا؟ بدل ما نجيب مستثمرين من بره اه يحطوها هم استثمارات، ولا لا طالعين طبعا. يهاجموا بس؟ بقول لك ايه، احنا كان عندنا شركه افلام كبيره جدا، واللي اسمه سمير رجب ده جاب عليها وصيها العماره، عماره اللي هي جريده الجمهوريه دلوقتي اللي موجوده في رمسيس. دي شركه افلام كبيره جدا، كبيره، مش كبيره عاديه، مش شقه عاديه، 7 اوض كبار، كل اوضه تفتح شركه. احنا ما عرفناش نقف قدام سمير رجب، حته الصحفي التعبان ده، علشان هو كان بيكتب لسوزان مبارك الخطابات والكلام ده. يعني كل اللي عملنا له ما اعرفش قد ايه، 1000 وكام محضر، بعد 5 دقايق المحضر يكون قدامه على المكتب. ومع ذلك رملنا الافلام بتاعتنا عندنا افلام احنا قدام